لو سألتك دلوقتي عايز ايه، اكيد في حاجة هتيجي في دماغك. ممكن تكون عايز تشتري بيت جديد، تشتري عربية جديدة، تترقى في شغلك، ممكن تكون عايز تخس. بس عمرك لقيت نفسك عايز حاجة لمجرد ان في حد تاني عايز نفس الحاجة دي، او حد تاني بيمتلك الحاجة دي، او شفت مثلا حد ناجح في حياته بطريقة معينة ولقيت نفسك تبقى زيه، نفسك توصل للنجاح اللي هو وصل له ده؟ احب اقول لك ان الشعور ده اسمه الميميتيك ديزاير او الرغبة المحاكاتية، وده شعور كلنا بنحس بيه كبني ادمين فترات كتيرة في حياتنا. صاحب النظرية دي رينيه جيرارد بيقول Man is the creature who does not know what to desire، او من الاخر ان الانسان هو الكائن اللي مش عارف هو عايز ايه. ازيكم عاملين ايه؟ انا احمد البكل. تعالى بقى نشوف ايه الشعور اللي احنا بنحس بيه ده، ازاي نعرفه وازاي نفرقه عن احتياجاتنا الشخصيه وازاي نسيطر عليه. يلا بينا. قبل ما نبدأ أحب أعرفكم على الفيلسوف والمؤرخ رينيه جيرارد. رينيه كان بيدرس الأدب الكلاسيكي في الجامعة، وخد باله من حاجة مهمة قوي. خد باله إن معظم الروايات والكتاب التاريخيين بيعملوا دايما شخص مثالي، الشخص ده الناس بتحبه وبتكون عايزة تبقى زيه. ومن هنا بدأ يلاحظ قرارات الناس، بدأ يلاحظ كمان قرارات الناس دي بتتأثر بإيه وهم بياخدوها، واكتشف ان رغباتنا او الحاجات اللي احنا بنكون عايزينها مش دايما بتكون طالعه من جوانا، دي ساعات كتيره بتكون جايه من رغبات حد تاني، او بيكون حد تاني هو اللي عايزها. الحد التاني ده ممكن يكون حد مشهور عمرنا ما شفناه في حياتنا، وممكن يكون حد تاني قريب مننا، او ممكن يكون حتى اتربينا معاه طول طفولتنا. ومن هنا طلعت نظريه الميميتيك ديزاير، اللي هي ببساطه بتقول ان احنا بنرغب في الحاجه لمجرد ان في شخص تاني بيمتلك نفس الحاجه دي. وعلى فكره هو مش لازم تكون الحاجه ماديه، ممكن يكون ان احنا نفسنا في حياه معينه لمجرد ان احنا شايفين ان الشخص التاني ده عايش حياته وهو سعيد، فبيظهر عندنا نفس الرغبه ان احنا نفسنا نعيش نفس الحياه اللي هو عايشها. بس اللي احنا مش بناخد بالنا منه، الشخص ده عدى بايه في حياته علشان يوصل اللي هو فيه دلوقتي. احنا شايفين خط النهايه، او على الاقل خط النهايه بالنسبه لنا. هل انت مستعد تضحي بنفس الحاجات اللي هو ضحى بيها علشان يوصل اللي هو فيه دلوقتي؟ وهل الحياه اللي انت شايفها دي هي فعلا حياه مثاليه؟ هل هي حياه سعيده من غير اي مشاكل خالص؟ انا متاكد ان مفيش حياه في الدنيا من غير مشاكل. علشان تفهم الشعور ده اكتر، اللي هو الرغبه المحاكاتيه او الميميتيك ديزاير دي، هو لازم تبقى فاهم هي ايه الرغبه اصلا. الرغبه هي ان انت نفسك تمتلك حاجه معينه، بغض النظر الحاجه دي كويسه ولا لا، بغض النظر الحاجه دي انت فعلا محتاجها ولا مش محتاجها، بس هو الشعور اللي بيجي لك ان انت نفسك في حاجه معينه. فساعات الرغبه دي بتكون حاجه كويسه، وبتكون هي المحفز بتاعك ان انت تحقق اهدافك وتوصل للي انت عايز توصل له. وساعات بتكون بس مجرد ان هي مقارنات مع اللي حواليك، او مقارنات مع ناس تانية حتى انت ما تعرفهاش، فبتخليك انت بائس اكتر ويائس اكتر من فكره ان انت نفسك في حاجات كتير ومش عارف تحققها. فدايما خليك عارف ان دماغك هي اللي بتحدد الرغبه اللي انت عايزها دي، سواء الرغبه دي انت هي فعلا اللي هتحفزك لقدام لو انت حاجه فعلا عايزها، ولا هي حاجه ملهاش لازمه دلوقتي، او بس مجرد ان هي بتحبطك وبتحسسك ان انت حياتك ملهاش قيمه قصاد الناس التانية. في الاخر احب اقول لك ان احنا كلنا بشر وكلنا بنقع في نفس الغلطات، والا ما كانتش شركات الماركتنج فهمت كويس قوي دماغنا بتشتغل ازاي، وبداوا يسوقوا لك منتجاتهم على اساس ان انت لازم تمتلك الحاجه الفلانيه دي علشان تكون سعيد زي الناس اللي موجوده في الاعلانات. الناس اللي موجوده في الاعلانات دي اللي هم دايما بيوروك ان هم ناس سعداء وان هم ناس سعيده في حياتهم، هم في الاخر موظفين بيرجعوا لحياتهم الطبيعيه وعندهم مشاكل زيك وعندهم ضغوط زيك بالظبط. فما تخليش حاجه زي كده، او ما تخليش الاعلانات دي تاثر عليك بالسلب، تخليك نفسك في حاجه او ترغب في حاجه وانت مش محتاجها اصلا. وطبعا الموضوع يمكن يكون اوحش بكتير دلوقتي في عصر السوشيال ميديا اللي احنا موجودين فيه. دايما بتشوف الناس بتنزل صور ليها او فيديوهات او ايا كان اللي بينزلوه وهم سعداء في حياتهم، وهم كل يوم في مكان جديد، فتبتدي تفكر انت بينك وبين نفسك، هو انا ليه مش عايش الحياه دي؟ ليه ما عنديش الحياه اللي هم عايشينها دي؟ ايه اللي ناقصني عشان اوصل للي هم فيه؟ احب اقول لك ان مفيش حاجه ناقصاك، هم بس بينزلوا اللحظات السعيده اللي في حياتهم. اكيد ورا اللحظات دي في لحظات كتيره كان فيها مشاكل، ولحظات كتيره كان فيها حاجات هم مش حابين ان هم يعرضوها قدام الناس. فدايما فكر ان حياتك دي انت استغلها باحسن شكل ممكن، عيش الحياه اللي انت فعلا نفسك فيها، مش الحياه اللي المجتمع بيهيئ لك ان انت مفروض تعيشها. مش سهل ابدا ان احنا نتغير فجاه، مش هتصحى الصبح تلاقي نفسك ما بتتاثرش بالمجتمع اللي حواليك، لان احنا من يوم ما اتولدنا واحنا بنتعرض للحاجات دي، بنتعرض ان احنا لازم نكون في مكان معين علشان نكون سعداء. هتلاقي دايما في دماغك في صوره كده بيرفكت لنفسك، انا عمري ما هبقى سعيد غير لما اخس، عمري ما هبقى سعيد غير لما امتلك البيت الفلاني، عمري ما هبقى سعيد غير لما اترقى في شغلي. لا، انت سعيد دلوقتي، تقدر تسعى وتحقق طموحك وتحقق اهدافك، بس خليك دايما بالمايند سيت ان انا سعيد باللي انا فيه دلوقتي، بس هحاول ابقى احسن. لازم تعرف ان في فرق كبير بين الحاجات اللي احنا فعلا محتاجينها وبين الحاجات اللي احنا بيتهيأ لنا ان احنا محتاجينها. دايما لما تلاقي نفسك عايز حاجه اسال نفسك سؤال، هل انت فعلا محتاج الحاجه دي، ولا انت عايزها لمجرد ان انت تواكب الناس اللي حواليك وتواكب المجتمع والبيئه اللي انت عايش فيها؟ لو انت وصلت لحد هنا فالموضوع عاجبك زي ما هو عاجبني، علشان كده هسيب لك تحت في الديسكريبشن بوكس شويه لينكس فيها كل ما يخص عن حاجه اسمها الميميتيك ديزاير، تقدر تقرا عنها اكتر وتشوف اكتر ايه الحاجات اللي انت محتاج تعرفها وازاي تسيطر على الرغبه اللي عندك دي. بس كده، لو عجبك الفيديو دوس لايك،
واشترك في القناه. اشوفكم في فيديو جديد علشان نبقى احسن.